اكتر 5 عملاء و5 كلاينت ممكن تقابلهم في السوق كعملاء لو انت ديجيتال ماركتير او انت ميديا باير. تالت واحد ده بيبقى يا اما صاحب مطعم، صاحب محل ملابس، بس مش مقتنع بالديجيتال ماركتنج خالص، مش مقتنع ان هو يعمل اعلانات اصلا، وان هو المفروض اصلا يعمل ترويج واعلانات. فده بيعمل ايه؟ بيروح جايب مكان، فاتح البيزنس بتاعه، بيدفع ايجارات 6000 جنيه مثلا، يدفع ميه، يدفع نور، بيدفع مرتبات، وبيعمل كل حاجه في البيزنس، بس ما بيصرفش اعلانات. مش مقتنع ان هو يصرف اعلانات اصلا. ولما تحاول تقنعه ان هو يصرف اعلانات، عايز يدفع اعلانات مثلا في الشهر كام؟ 1000 جنيه، 2000 جنيه في الشهر. فده مشكلته ايه؟ ان هو ما بيعملش ترويج، لانه مش واثق في الترويج. طيب الراجل دوت هو نفس الراجل ده، لو انت اقنعته ان هو يعمل اعلانات، بعد شويه ممكن بعد ما يعمل اعلانات لو انت اقنعته يعني ولقى مردود، ممكن يزود البادجت. فشخص زي دوت لو انت بدات معاه وفهمته ان الاعلانات مهمه، طب نجرب ب 3000 جنيه بس دي هتبقى تجربه، ونبتدي نحاول بس نقنعه ان هو اصلا المفروض يعمل اعلانات. لان في اصحاب شركات كتير يقول لك ايه ديجيتال ماركتنج ده، يعني ايه اصرف على الفيسبوك؟ في اصحاب شركات كتير جدا ومن الشركات الصغيره والمتوسطه مش مقتنعين بالفكره اصلا. تمام؟ طيب الشخص ده مشكلته ايه بقى؟ بيقول لك انا ادفع مرتبات وادفع ايجارات وادفع ميه وادفع نور واعمل كل حاجه بس ما اصرفش على الاعلانات. الشخص ده انا من وجهه نظري ان الشخص ده بخيل. الشخص البخيل في البيزنس هو الشخص اللي ما بيصرفش اعلانات. يا ريت انت نفسك كمان ما تبقاش بخيل في البيزنس بتاعك. طيب الشخص دوت مشكلته برضو الثانيه ان هو لما بيجي يدفع مرتبات او ايجار او بتاع يقول لك دي حاجه انا بستهلكها. يعني ده واحد شغال معايا بقاله شهر ولا 2 فبديله مرتبه، لازم اديله مرتبه. الايجار، ما الراجل بيجي لي كل شهر ياخد الايجار. لكن الاعلانات في اوبشن ان انا يا اما ادفعها او ما ادفعهاش، يبقى ما ادفعهاش. فده مشكلته ان هو مش فاهم اهميه الترويج واهميه الاعلانات.